تخيل شخصين يستيقظان في الصباح نفسه. الأول نام 4 ساعات فقط، ومع ذلك ينهض نشيطا متفائلا مستعدا لبداية يوم جديد. أما الثاني فنام 8 ساعات أو أكثر، ولكنه يستيقظ مرهقا ثقيل الجسد مشوش الذهن. فلماذا يحدث ذلك؟ لماذا يستطيع بعض الناس أن يناموا قليلا ويبقوا نشيطين، بينما ينام آخرون طويلا ولا يشعرون بالراحة؟ الإجابة تعتمد على 3 عوامل أساسية: الجينات، وجودة النوم، والساعة البيولوجية. أولا، الجينات. هناك نسبة صغيرة من الناس يسمون قصار النوم الطبيعيين. هؤلاء يحملون تركيبة جينية نادرة تجعل أجسامهم تكتفي ب5 ساعات أو 6 من النوم دون أن يتأثر أداؤهم. لكن هذا لا ينطبق على معظم الناس، فغالبية البشر تحتاج إلى ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم ليعمل جسمهم وعقلهم بكفاءة. ثانيا، جودة النوم أهم من عدد ساعاته. النوم لا يكون متشابها طول الليل، إنه يمر بدورات تتكرر كل 90 دقيقة تقريبا، وفيها مراحل مختلفة، منها النوم العميق ومرحلة الأحلام. النوم العميق هو الذي يجدد طاقة الجسد، ومرحلة الأحلام تنظم المشاعر وترتب الذكريات. فإذا نام شخص ساعات طويلة ولكنه يستيقظ كثيرا أثناء الليل، أو ينام في بيئة مزعجة، فإنه سيستيقظ متعبا حتى ولو بلغت ساعات نومه 8 أو 9. في المقابل، قد ينام شخص 6 ساعات نوما عميقا ومنتظما، فيستيقظ وهو في أفضل حال. ثالثا، الساعة البيولوجية. لكل إنسان إيقاع داخلي ينظم موعد النوم والاستيقاظ. بعض الناس يكونون أكثر نشاطا في الصباح، وبعضهم أكثر يقظة في الليل. إذا كان شخص ما من طبيعته أن ينام متأخرا ثم أجبر على الاستيقاظ باكرا، فسيعشر بالإرهاق حتى لو نام عددا كافيا من الساعات. وهناك عامل آخر لا يقل أهمية: نمط الحياة. شرب الكافيين ليلا، واستخدام الهواتف قبل النوم، والتوتر المستمر، كلها تؤثر في جودة النوم دون أن ندرك ذلك. بل إن النوم الزائد أحيانا يمكن أن يسبب الشعور بالخمول. فإذا استيقظ الإنسان في منتصف دورة نوم عميق، يشعر بالثقل والتشوش حتى لو نام طويلا. إذن ليس المقياس هو كم ساعة تنام، بل كيف تنام ومتى تنام. النوم الصحي يعني موعدا ثابتا، غرفة هادئة ومظلمة، وتجنب الشاشات قبل النوم، وإعطاء الجسم فرصة للاسترخاء. في النهاية، كل جسم له إيقاعه الخاص، والسر ليس في قلة النوم أو كثرته، بل في فهم جسمك وما يناسبه. والآن سؤال لك: هل أنت ممن ينامون قليلا ويستيقظون نشيطين، أم ممن ينامون طويلا ولا يشعرون بالراحة؟ اكتب رأيك في التعليقات.